يا مساء الورد عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اجمل متابعين في الدنيا، متابعين مطبخ عائله كوكو. انا طلعت كده مست عليكم. الاول فيديو ده معمول بعد المغرب. كنا خلاص اتغدينا، ونزلت بقى جبت خضار من تحت البيت. في عربيات كده بتعدي بخضار بحاجات، بفاكهه، بكرنب، ببصل، بتوم، كل حاجه اللي انت عايزاها العربيات بتعدي من هنا. عندنا في الارياف يعني، لان احنا عندنا مفيش سوق خالص. كان في سوق واتلغى يعني من زمان. ف في عربيات بقى بتيجي وكده محملة خضار وحاجات بنشتري منها. هنا يا حبايب قلبي جبت الخضار ده. اول حاجه ما تنسوش الاشتراك واللايك والكومنت الجميل بتاعكم. ولو لو مش عامله تفعيل الجرس، اعملي تفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يا احلى متابعين في الدنيا. هنا يا حبايب قلبي بقى جبت القته ديت، كانت جميله جدا وكانت رخيصه مش غاليه. انا بحب اكل القته قوي قوي. بحبها في السلطة بقى، بحبها في الفطار، الغدا، العشاء، لان هي بتكون خفيفة كده وبتبقى مسكرة وحلوة يعني. بحبها عن الخيار لان ايه، بتبقى مسكرة وحلوة يعني. فجبت الكمية دي كلها، فعشان ايه يعني ساعات بالليل ما بتعشاش، فباكل لي واحدة كده. فقبل اي حاجة بحطها في التلاجة بحب اغسلها الاول يعني وكده، لان فيروز بنتي بتفتح التلاجة بتاخد طماطم، بتاخد خيار، فاكهة، أي حاجة بتطولها بتجيبها بتاكلها. فبتكون الحاجة مغسولة عشان ما يكونش فيها تراب أو فيها حاجة لا قدر الله تعمل حاجة، لا قدر الله. هنا يا حبايب قلبي جبت 2 كيلو طماطم. كانت القتة ديت جبتها على بعضها دي كلها كده ب30 جنيه. أنا مش فاكرة وزنهم كام بصراحة. والفلفل ده كان كيلو ب20. والطماطم كانت الكيلو ب30، جبت 2 كيلو. اول حاجه يا حبايب قلبي، ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وتقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد. ويا رب كده وجودكم ربنا يديمه نعمه في حياتي. وكالعاده يعني انتم على راسي من فوق، وده طبعا شرف ليا ان انتم احلى جمهور واحلى متابعين في الدنيا. مشرفني في مطبخ عائله كوكو. هنا بقى يا حبايب قلبي غسلت الخضار وغسلت الحاجة كلها. طبعا الطماطم دي كانت جميلة جدا، كانت حمرة. انا بحب اجيبها جامدة كده يعني، جامدة وحمرة، ما تكونش مستوية، لان هي هتقعد في التلاجة فترة عندي يعني، بتقعد بالاسبوع ب10 ايام. فما بحبش اجيب الحاجة مستوية تضرب عندي او تبوظ او كده يعني. وهنا كنت جبت برضك، كان مع الراجل اخر كيلو موز، كان اخر كيلو اشتريته. كان الكيلو ب30، كان هو ب40 بس باعهولي ب30 يعني. وهنا يا حبايب قلبي جبت بطاطس، جبت 2 كيلو، الكيلو ب25. هنا البطاطس دي ما بتحمرش خالص في الزيت وجميلة يعني، حلوة في التحمير يعني. وهنا فيروز كل شوية تجيب لي صابع موز تقول لي قشر يا ماما. وهنا يا حبايب قلبي جبت التفاح ده. جبت التفاح ده ب50. هنا انا بغسل كل حاجة قبل ما تدخل التلاجة معايا. اي حاجه بتدخل التلاجة بغسلها. وجبت الليمون ده ب30. جبت برضه الليمون ده اصفر على اخضر كده. هنا بقى يا حبايب قلبي جبت الفوطه بتاعه المطبخ، وغسلتها كويس جدا بالبريل وعصرتها، حطيت ميه فيها خل، علشان الخل يطهر التلاجة معايا ويشيل منها اي روايح مش كويسه، وبرضك يعقمها معايا وينضفها. وهنا بدأت امسح في الفريزر من فوق وفي باب الفريزر. وهنا كنت كل شويه اروح يعني انضف الفوطه وابلها ميه بالخل، واجي امسح تاني في التلاجة. انا بغسل التلاجة ديت من كل فتره وفتره كده، بديها غسله كلها كده على بعضها، بشيل الفيشه واغسلها كلها على بعضها. انما من كل مثلا يومين 3 كده، قبل ما تسوق او قبل ما اجيب اي حاجه احطها في التلاجة، بدل التلاجة بلف عليها كده مسحه كده، بمسح الارفف، بغسل الادراج التلاجة بتاعت الطماطم وكده. كان عندي هنا برنجان، ما جبتش برنجان. كان عندي برضك فلفل، اللي هو فلفل الاخضر. فجبت الفلفل الاخضر، جبت اقلب شويه عشان ما يبص عندي ويترمى خساره يعني وكده. هنا بقى لفيت على التلاجة كلها، وكيس الدقيق طلعت علبة
طبق الدقيق ده. الدقيق ما بحبش احطه بره لان احنا في الصيف ممكن يسوس معايا كده، فخساره يعني ان هو يترمى. فبحطه في التلاجة. التلاجة بتحافظ عليه اكتر من ان هو يكون بره يعني. وهنا ازاز الدواء ديت بتاعت فيروز بحطها، دواء طبعا المغص، دواء الكحة، البرد، كل ده عندي، بيبقى عندي يعني فترة. وهنا يا حبايب قلبي حطيت الليمون في باب التلاجة، ورصيت الحاجة كده، ورصيت جايبة كمية قتة غير طبيعية بصراحة، يعني أنا بحبها وبحب أكلها قوي. وهنا الكيس اللي في باب التلاجة ده فيه خضار، اللي هو فيه خضرة قصدي، في شبت وكزبره، بحب احطهم كده باب التلاجة في كيس، الكيس بيحفظهم مده اطول. لو وصلت هنا بقى يا حبايب قلبي ما تنسوش الاشتراك واللايك والكومنت بتاعكم الجميل اللي دايما بيشجعني وبيديني طاقه ايجابيه كده. وهنا كنت رميت العلبه اللي بحط فيها الصابون، لان هي كده خلاص كانت استهلكت جامد، كانت انتهت الصلاحيه معايا يعني. فعم اجيب واحده تانية وكده، بحط الصابون وعلى ميه في طبق تاني. وبدأت بقى بغسل علبة المعالق ديت، صفاية المعالق، وبغسل بقى الخلطات والمراية الحوض ديت، وحوض السلستين. انا يعني ايه، من كل يومين كده بمسك الحوض بالخلطات، بمسكهم ادوهم إيه دعكه مظبوطه كده بالصابون السائل او بالصابون الاسمر. الصابون الاسمر اولا بحبه قوي 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 في غسيل المواعين. اذا كان بقى المعالق، بينضف المعالق كويس قوي، بيديها لمعه غير طبيعيه. الحوض الاستانلس، الخلطات، الحلل، الكنك بتاع الشاي والقهوه والحاجات ديت، كل ده بحب اغسلهم قوي بالصابون الاسمر. انما بقى لو في زفاره فراخ سمك كده، بحب اغسل بصابون السائل المواعين، علشان ايه؟ ان هي تشيل منه اي زفاره او اي ريحه يعني مش كويسه او كده. وهنا يا حبايب قلبي بقى، ما بحبش اسيب اي اطباق مش كويسه، والله لو معلقه بقلب بيها كوبايه شاي لازم اشطفها وارجعها تاني مكانها. مش عارفه يعني كله كده ولا انا بس اللي كده يعني. انا اقول ايه مثلا، هسيب كوبايتين في الحوض هيبقوا 4 كمان شويه، هيبقوا 6 كمان ساعه 2، طبقين هيبقوا 3 وهيبقوا 4 وهيبقوا 10 اطباق. فيلا مواعين الغدا، يعني مواعين الغدا بقوم غاسله كله مره واحده. مواعين العشاء بغسل مواعين العشاء. ما بحبش انام ابدا، مستحيل ان اسيب مواعين مثلا في الحوض عندي، او كوبايات بنشرب فيها شاي او كده، لا. آه، اول باول كده الحاجه تلاقيها كويسه معاكي، وانتي تكوني ارتحتي وصبحه وتصبحي رايقه كده، تفطري براحتك، تجهزي حاجه براحتك، لو وراكي حاجه تانية، لو وراكي مشوار تعمليه، تبقى البيت عندك نظيف وكل حاجه زي الفل. لو بقى لا قدر الله تعبانه، او مثلا كنت في مشوار واتأخرت ورجعت متأخر وكده، بعمل عشاء سريع سريع، بسيب الطبقين لتاني يوم الصبح، يعني بقى بعملهم جنب الفطار وخلاص. لو انما ده، لان ده قليل جدا ان انا اسيب مواعين في الحوض، لاني اول باول كده الاطباق معايا في ايدي كده على طول على طول يعني. بدخل بالصينيه المطبخ، ما بطلعش من المطبخ بقى، مش مثلا اطلع مثلا اشرب كوبايه شاي واقعد قدام المسلسل، لا. شغل مثلا حاجة آية قرآنية جنبي، شوفي أقرب سورة لقلبك بحب أوي أوي أشغل سورة البقرة، أو الأدعية، أو الأذكار الصباح أو المساء. فبحب أشغلهم جنبي كده على التليفون، على الصب اللي على المطبخ، وأقعد بقى أشتغل كده وأردد ورا القرآن ورا الأدعية. مش عارفة رحت فين. بجيب الحلة دي كان فيها شوية طبيخ صغيرين كده ببطاطس، فقلت خسارة ما برميش أي حاجة، لو معلقة رز ما برميهاش طبعا، بحطها في طبق صغير كده، احطها في التلاجة لتاني يوم. في رز بنتي مثلا بعد شوية بتجوع بتاكل. أنا هنا كنت مش عارفة كنا بنتناقش في موضوع، بس موضوع مهم يعني. هنا بحب ادعك الحلل ديت بالصابون الاسمر جدا، بيديله لمعة جميلة قوي وبينضفه. يعني بصوا لمعة الغطا عاملة ازاي، يعني ما شاء الله. ولمعة برضو الكرنيب ده لو انتم ملاحظينه، والله العظيم 3 الصابون الاسمر ده ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه كده. اهم حاجة يا حبايب قلبي، يا احلى متابعين في الدنيا،
يلي بتشجعوني وبتفرحوني، يلي بتدوني طاقة إيجابية غير يعني مش عارفة أقول لكم إيه بصراحة. أنتوا وجودكم في حياتي أكبر نعمة، وربنا يجعلكم كده في حياتي دايما، أهل وصحاب وسند وإخوات. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. وهنا يا حبايب قلبي كنت خلاص، كنت جبت آخري والله العظيم 3 بشطب في الحوض. لو تشوفوا معايا لمعة الخلاطات تحفة، الحوض بقى تحفتين. الفلفل اللي ورايا ده كنت انا قبل ما اغسله يعني. هنا يا حبايب قلبي كنت خلاص. يا رب يكون يومي كده خفيف على قلوبكم، ويا رب كده نشوف بعض تاني في فيديوهات تانية، ويديمكم في حياتي نعمة حلوة، ويديمنا انا في حياتكم يا رب دايما. وهنا يا حبايب قلبي خلاص، اشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش بقى الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد وكومنتات الحلوة. واشوفكم على خير يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.